ازيكم عاملين ايه؟ بكونوا بخير. بدايه لينا في حل كتاب المصدر، اهم حاجه لا تنسانا من لايك وسبسكرايب. لا يعقل ان انا اقول لابني او بنتي صلي وانا ما بركعهاش، ازاي يعني؟ يلا يا زغاليل. يلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حباب قلبي، زغاليل اولى ثانوي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر احمد مسعد، طبعا في سلسله العراب حرب. النهارده ان شاء الله هتبقى اول بدايه لينا في حل كتاب المصدر، وهنبداها ان شاء الله من اخر حاجه انت تقف عندها في مراجعه شهر نوفمبر، الا وهي الدرس الرابع وهو الحياه مين؟ الاجتماعيه. ان شاء الله بامر الله هنبقى احنا مكملين معاكم الكتاب كله بصفه عامه. هنبدا من الدرس الرابع ثم اللي وراه، ثم هنرجع نجيب من اول وجديد تاني. هنعمل مراجعه سريعه وشامله وكامله سواء ما بين كتاب المصدر وكتاب الامتحان، وفي نفس الوقت طبعا في فيديوهات شرح ليكم ارجعوا شوفوها تاني، وفي فيديوهات تقييمات. وبوعدك انك لو شفت فيديوهات الشرح هتفهم جدا جدا جدا، لان احنا في الشرح طبعا عاملين حاجه حلوه قوي، الا وهي عاملين ملفات PDF كامله مكتوبه، مش هتتعب نفسك خالص، مجرد انك هتفتحها تقعد تسمع الشرح اللي انا بقوله، واهم نواتج التعلم اللي شفتها او ما شفتهاش هتلاقي كل ده محطوط لك في ورقه جاهز. اهم حاجه لا تنسانا من لايك وسبسكرايب. وقبل ما نبدا لازم نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد عشان ربنا يكرمنا ان شاء الله، ولا بينا نتوكل على الله. اول حاجه عندي بنتكلم عليها، هنتكلم على الدرس الرابع بتاع الحياه الاجتماعيه، واحنا اتفقنا مع بعض ان الحياه الاجتماعيه ان المصري القديم اصلا بطبعه بيميل للاجتماع. يعني ايه يميل للاجتماع يا مستر؟ يعني لابد من وجود بشر مع بعض. واتكلمنا طبعا على العصر القديم الحجري والعصر الحديث ثم تطور الانسان لحد ما وصل اللي هو عايزه. واتكلمنا عن مظاهر الحياه اللي موجوده عندي سواء في الاسره، سواء في تربيه الابناء، سواء في دور المراه او اي حاجه من الكلام ده كله. نطبق بقى مع بعض بالراحه واحده واحده. اول حاجه بسم الله. قال لك اول حاجه استغل المصريين القدماء الاحتفالات والاعياد لاظهار براعتهم. تعالى بقى معايا، قال لك مين؟ احتفالات واعياد. طب لو انا قلت صيد بحر مالهاش علاقه، ما تنفعش، دي طبعا تبع الالعاب الترفيهيه. العاب رياضيه لا، زراعه فاكهه، طب دي زراعه. يبقى الاجابه الصح هي مين؟ هي الموسيقى والغناء. اللي وراه يؤدي تحقيق الدوله للعداله الاجتماعيه بين مواطنيها. انا بتكلم هنا على عداله اجتماعيه. قال لك اول حاجه تراجع دور الحكماء، بالعكس دور الحكماء لازم يبقى قوي كمان وكمان عشان الموضوع نوصل بيه اللي احنا عايزينه. تقليص نفوذ حكام الاقاليم، طب ايه علاقتهم؟ ده اصلا ليه علاقه بالسياسه، مالهاش علاقه بالنظام الاجتماعي. استقرار نظام الحكم ولا ازدهار النشاط الاقتصادي؟ طبعا ازدهار النشاط الاقتصادي تنفع جدا، بس قبلها لازما استقرار نظام الحكم. ليه؟ تخيل انا اصلا ما عنديش حكم عادل، ما عنديش حكم في دوله، يبقى ايه اللي سيد؟ اكيد الفوضى واكيد الدمار. فطبيعي انا اعرف اكل واشرب؟ استحاله. يبقى الاجابه الصح هي استقرار نظام الحكم. وخلي بالك انت وهي من حاجه عايز انبهكم ليها، عود نفسك وعودي نفسك ان دايما وانا بحل لازم اقرا السؤال صح. 50% من اجابتي للسؤال نطق لي الصح، النص التاني بقى من اجابتي على السؤال اللي انا عرفت اجاوبه تحريري. جاوبته تحريري الموضوع 100 100، ما عرفتش ابص على الاربع اختيارات، اكيد في حاجه من الاربعه طايره. لو انا طيرت واحده هيبقى كام؟ 3. طب لو انا طيرت 2 هيبقى كام؟ 2. يبقى مصلحه لما اختار من 2 و3 ولا اختار من 4؟ تخيل في فرق شاسع. ولكن قبل ده كله لازم أنا اكون فاهم ولازم اكون حافظ وعارف كل حاجه مكانها فين، فده يسهل عليا ان انا احل. يلا يا زغاليل نكمل. السؤال الثالث قال لك قال الحكيم المصري القديم ان من يعمل بالنهار كله لا ينعم بلحظه ممتعه، كذلك الذي يقضي يومه كله في اللهو واللعب فانه لا يجد قوت يومه. طبعا احنا دي خدناها حتى فوق قبل الالعاب الرياضيه، لما احنا قلنا ان الطبيعي جدا ان انا ما يبقاش عندي حاجه اسمها سياسه التسويف، يبقى عندي في جزء للجد وعندي جزء للعب. يبقى انا عندي الصح صح وعندي الغلط غلط. لما انا هوصل لده يبقى انا هنا هانجز اعمالي. تعالى بقى نفهم مع بعض هو عايز مني ايه. تدعو الحكمه السابقه الانسان الى ايه؟ تعالى بقى معايا. الاهتمام بالمعبودات، طب ده مش ديني، مش بيتكلم على الدين. اتقان العمل جميل جدا، بس هنا بيتكلم على الترفيه برضه فوق. نبذ حيز التطرف، لا طبعا ما ينفعش، لان انا لازم يبقى في عندي يا شرقها يا مرقها بالبلدي. لا طبعا لازم يبقى عندي في حياه من الطرف والهزار واللعب والحاجه الحلوه اللي بطمع في كرم ربنا دايما فيها، وفي نفس الوقت انا بعمل اللي عليا. حتى احنا بنقولها القلوب تتوكل والجوارح تعمل. يبقى الاجابه الصح هي الوسطيه في الحياه، زي الدين الاسلامي بالظبط كده. الدين الاسلامي دين مين؟ وسطي، لا هو مع ولا هو ضد. ما اخرجش طول عمري او اقف في البيت طول عمري، استحاله. الدين اصلا ما قالش حاجه زي ديت. اللي وراه سبقت الحضاره المصريه القديمه العالم في مجال حقوق الانسان عندما اصبحت المراه. تعال بقى معايا بالراحه. كتابه في الدواوين، طبعا دي ميرت اخناتون مش معايا، دي هتبقى جانب ثقافي شويه واجتماعي. طبيبه طبعا دي مهن ملهاش علاقه قوي. كاهنه معبودات دي هتبقى ديني. الاجابه الصح طبعا ملكه على البلاد، لان هنا هيبقى عمل حاجه اسمها مساواه او مبدا مواطنه، مساواه بين الذكر وبين الانثى. يبقى طبعا عندما اصبحت ملكه على البلاد زي حتشبسوت كده. اي من انواع الصيد عند قدماء المصريين تشبه رحلات السفاري الان؟ انتوا طبعا عارفين رحلات السفاري بتتم فين؟ صحراء. وانا مغمض عينيا صحراء يبقى علي القومي. مين علي القومي؟ يبقى صيد البر على طول. وانا مغمض عينيا يبقى الاجابه الصح هي صيد مين؟ البر. كلما زادت قوه وهبه الدوله زادت كلما زادت قوه وهبه الدوله ازدادت.
اي من الاحتفالات التاليه بتعبر عن ده؟ هيبه وقوه دوله، يبقى طبعا بيتكلم هنا على جيش، على قوه، يبقى الاجابه الصح هي موكب النصر، لان دوت يعتبر سياسي وديني. وعيد الفيضان ده ليه علاقه بنهر النيل طبعا والزراعه، وامون طبعا ده ديني ماليش علاقه بيه خالص. عندما تنتشر الفوضى في كل مكان تزداد اعمال السلب، تزداد اعمال السلب والنهب. تظهر حاجه الدوله الى ايه؟ الدوله هنا محتاجه ايه؟ هو هنا بيتكلم بالظبط عامل زي ما بتحصل مثلا ثوره او بيحصل انقلاب في بلد، فبيحصل خراب في كل حاجه بقى. ليه؟ لان خلاص كل واحد بقى عايز ينتج اللي هو عايزه. فهو بيقول لك عندما تنتشر الفوضى في كل مكان هيبقى في اعمال سلب ونهب. تظهر حاجه الدوله الى ايه؟ تطبيق روح القانون. روح مين؟ مفيش حاجه اسمها روح القانون. روح القانون ده يعني حاجه عاديه؟ لا طبعا، ده لازم القانون يتطبق صح. تدخل رجال الدين ملهاش علاقه، ده لازم يد او قبضه من حديد. القاضي النزيه والشجاع جميل جدا، بس القاضي هيحكم ازاي من غير ما يبقى فيه سلطه اصلا مسؤوله؟ يبقى الاجابه الصح لابد من وجود حاكم قوي رشيد، ودي اقدر على سلطه سياسيه قويه. ده لو موجود عندي الباقي كله هيبقى موجود. طب ده مش موجود، شكرا، ما فيش اي حاجه ثانيه تحصل. وده اللي حصل حتى لو انتوا فاكرين مع بيبي الثاني، كان ملك ضعيف جدا على عكس بيبي الاول. بيبي الاول كان قوي جدا، بدليل ان لما حصل عليه اغاره من قبائل فلسطين قدر ان هو يصدها ويكسبهم. بيبي الثاني كان في ظلم، حكام اقاليم نفوذهم عاليه جدا، حصل عدم عداله، حصل عدم مساواه، فهنا حصلت عليه ثوره اجتماعيه. فالاجابه الصح طبعا للقضاء على الفوضى ومنع اعمال السلب والنهب ان انا يبقى عندي الاول سلطه سياسيه هيترتب عليها سلطه قضائيه ويترتب عليها سلطه تنفيذيه متمثله في جيش وشرطه. اي من الاعياد المصريه الاتيه جمع بين الجانب الديني والسياسي؟ جانب ديني وسياسي. تعال بقى معايا. مواكب احتفالات النصر طبعا ده لا، ده يعتبر عسكري. عيد الاحتفال بالفيضان ده تعتبر طبعا تبع نهر النيل ويعتبر تبع الزراعه. عيد الاله امون لا طبعا برضه ملوش علاقه، يبقى جلوس الملك على العرش. طب ده ديني في ايه يا مستر؟ احنا اتفقنا مع بعض ان كان الملك بالنسبه لهم اله على الارض. ايه؟ يبقى الاجابه الصح هي ديني وسياسي. عيد جلوس الملك على العرش وعيد ميلاد الملك. يرجع تميز وسائل الترفيه يعني كتير عند المصري القديم الى، تعالى، لا ما كانتش بسيطه، كان في منها للاغنياء وفي منها للفقراء عادي جدا. يعني الصيد عادي اللي كان موجود والصيد البري اللي كان للاغنياء. تكلفتها العاليه استحاله، ان كان في عندي شطرنج، عندي سيجا، عندي العاب قوه، عندي تحطيب، عندي تجديف، عندي نهر النيل عادي جدا. يبقى تنوع مين؟ مصادرها. كان عندي مصادر كتيره جدا، فده ترتب عليه ان انا بقى عندي قوه عاليه قوي. اللي وراه يستدل من خروج المرأة للأسواق وممارسة البيع والشراء في المجتمع المصري على المرأة هنا كانت بتبيع وتشتري، وده كان جانب يعتبر جانب اقتصادي. استغلال المجتمع المرأة استحالة طبعا، بالعكس تراجع مكانة المرأة ده مكانتها كانت ألف الألف. سيطرة المرأة على التجارة هي ما سيطرتش، ولكن كان عندها حرية البيع والشراء وعندها حرية المنح كمان. فالإجابة الصح هي الاستقلال المادي للمرأة، كانت متحكمة في اللي يخصها، تقدر تبيع، تقدر تشتري، تعمل منسوجات، تعمل أي حاجة معينة هي عايزاها. اللي وراه يمثل النيل عامل أساسي في ممارسة المصري القديم إيه؟ النيل. أنا بتكلم على مية. هل اقول تحطيب وتجديف؟ يعني تحطيب عامل بالظبط كده زي النبوت هعمله في الميه؟ استحاله، يبقى دي ما تنفعش. قفز طويل ومصارعه؟ استحاله. سباحه وتحطيب؟ استحاله. يبقى اكيد الاجابه الصح هي السباحه والتجديف. اللي وراه اي من العاب المصري القديم ارتبطت بممارستها بالمنزل؟ يعني كان بيلعبها في البيت. في الغالب اللي هيتلعب في البيت مين؟ عمري ما هقدر اقول سباحه، ما كانش عنده حمام سباحه يعني اكيد، ولا كان عنده مثلا شامبر بينزل بيه مثلا في بانيو، ما كانش فيه الكلام ده. مصارعه وقفز طويل لا، دي كان ليها اماكن معينه لسبب، هقول لك ليه بقى. دي العاب جماعيه ما ينفعش تبقى العاب فرديه، لكن هو هنا بيتكلم على ارتباط في بيت، يعني دي كده تعتبر العاب مين؟ فرديه. يبقى انا شغل دماغي، يبقى الاجابه الصح هي السيجا اللي احنا بنلعبها لحد دلوقتي، ومين؟ والشطرنج. هتقول لي حمل الاثقال والجري، دي كلها كانت العاب مالها جماعيه، فما تنفعش اصلا معايا. الشخصيات النسائيه الاتيه لعبت دورا مشابها في تاريخ مصر القديم، ولكن هناك واحده لعبت دور مختلف. يعني هو هنا بيقول ان في ثلاثه شبه بعض وواحده هتبقى مختلفه. تعالى كده اما نشوف. حتشبسوت طبعا كانت ملكه، ده دور سياسي. هي حتب دي كانت ام احمس، وتيتي شيري كانت جده احمس، والاثنين يعتبروا لعبوا دور هقدر اقول يعني اقدر اقول دور نفسي وعسكري الاتنين مع بعض، ان هم دعموه عشان خاطر يحاربوا مين؟ للهكسوس. الوحيده اللي كانت مختلفه عنهم لان هنا الادوار تعتبر متشابهه هي ميرت اتون. ليه بقى؟ لان ميرت اتون كانت شغاله تعتبر كاتبه، فده كانت في دوله حديثه، فدي كانت مختلفه عنهم خالص، فده اقدر اقول عليه جانب ثقافي. الحكمة الموجودة في الشكل تدعو إلى من حكم المصري القديم: من يعمل بالنهار كله لا ينعم بلحظة ممتعة، ومن يلعب بالنهار كله لا يجد قوت يومه. يبقى هنا في طبعا تشاؤم. يا راجل اتقي الله. يبقى مين؟ توازن. وده حقيقي فعلا، ان انا لو خليت عندي وقت الجد جد زي ما احنا قلنا، ووقت الهزار هزار، طبيعي الموضوع هيبقى فارق جدا. جرب انت كده تعمل اللي عليك، جرب انت وهي كده وصلوا على النبي كده انكم تذاكروا حرفيا
كل يوم بعد ما بتيجوا من الدروس بتاعت المدرسين تكونوا منظمين وقتكم. يعني جربوا كده تعملوا لنفسكم جدول انتوا، ونصيحتي ليكم بلاش مدرس يعمل لكم جدول. ليه يا جدعان؟ انا ما اعرفش قدراتكم، ما اعرفش امكانياتكم، ممكن اعمل لكم جدول انتوا تمشوش عليه، وده اللي بيحصل مع اي حد فيكم. انتوا لما بتيجوا كده تعمل لكم جدول ما بتكملوش عليه اسبوع وبتسيبوه. ليه؟ لان ممكن يبقى عامل جدول متخطي قدراتك. فالافضل والاحسن ليكي وليها ان انا اللي اعمل الجدول اللي يناسبني انا اشوف انا واقع في ايه، اخصص له وقت اكبر شويه، اشوف انا حلو في ايه، اخصص له وقت اقل شويه. بس في كلتا الاحوال انا متابع دي ومتابع دي. اثبت ميعاد نومي، ميعاد نومي ده لازم انا اثبته، ده حاجه مهمه جدا ليا. ميعاد مذاكرتي، بذاكر بالليل مفيش مشكله، بذاكر بعد الفجر مفيش مشكله، بذاكر وانا جنبي اغاني، ايا كان ما دام حصلتي بتطلع صح اعمله. ولكن انا اللي عارف قدراتي وامكانياتي، عشان في حاجه ما بيننا اسمها فروق مين؟ فرديه. يبقى الاجابه الصح هيبقى طبعا التوازن. في ضوء دراستك من عادات او عن عادات الزواج عند المصريين القدماء اجب. يعتبر اقسام عائلتي العروسين تكاليف الزواج عن. طبعا خلي بالك هو الاقسام حصل مرتين، قبل الجواز وبعد الجواز. قلنا قبل الجواز ليه؟ اللي بيجيب الحاجه النص بالنص. بعد الجواز بنقتسم المسؤوليه والمهام ما بيننا وبين بعض. يعني ايه؟ بمعنى اصح في تربيه ابناء. فالاجابه الصح هي طبعا المسؤوليه، ودي حاجه حلوه عشان ده رابط اسري. السؤال اللي وراه بيقول لك النحت الذي امامك يعبر عن قيمه اسريه عند المصري القديم. لو بصيت هنا زوج زوجه ابناء، انا خدت اصلا عندي ان الاسره كانت نواه مين؟ المجتمع. وقلنا ان الاسره كانت قائمه على حب ود تعاون. مين؟ حب ود تعاون. تعالى كده بص معايا، عطف بنعطف على مين؟ انا هعطف على مراتي مثلا. طب تعاون، ثم الاجابه الصح طبعا هتبقى الموده، لان دي كانت جايه رقم واحد، حب وود موده. يبقى الاجابه الصح هي، لان هنا لو انت شايف هم ما بيعملوش مع بعض حاجه تانية، يعني دول اصلا صح ما عنديش مشكله بالنسبه لي. بس هنا موجود زوج وزوجه وابناء زي ما احنا كده مصور. احنا واصحابنا مثلا، او اسف احنا اصحابنا مين؟ بابا وماما واحنا كنا بنروح نصور مع بعض مثلا في استوديو معين كده، تقفي تاخدي الصوره للذكرى. فهنا كان في تآلف اسري، يبقى هنا في ايه؟ موده. استخدم المصري القديم الموسيقى في الأنشطة. المصري القديم استخدمها في رعي الحيوانات، وهو كمان بيزرع، وهو في المعابد. يبقى هنا جانب اقتصادي وجانب ديني. يبقى الإجابة الصح هي الدينية والاقتصادية. الترانيم. تعظم دور المرأة المصرية في الجانب الثقافي. تعظم دورها يعني دورها كبير جدا في جانب ثقافي. جانب ثقافي في الغالب يبقى كتابة، يبقى هنا بريت إخناتون. لعبت تيتي شيري دورا هاما اثناء مواجهه الهكسوس تمثل فيه. تيتي شيري دي جده مين؟ احمس. اطلاق المواجهه العسكريه ما اطلقتش حاجه. تحقيق الاستقرار السياسي استحاله برضه. طبعا الاجابه الصح هي تدعيم او توفير الدعم النفسي ليه، تديله الثقه وبتاهله ان هو يبقى عنده القدره ان هو يحارب مين؟ الهكسوس. وفعلا عمل دوت ونجح. وخلي بالك الدعم النفسي بيفرق مع اي حد. لو انت امنت بنفسك ولو حد امن بيك هتوصل اللي انت عايزه. ناس كتير جدا نفس الموضوع ده. يعني انتوا لو بصيتوا على، يعني مش عايز اصدمكم واقول لكم بناس معينه زي اديسون، زي نيوتن. الناس دي كلها او اديسون بالاخص قال لك ان هو تم طرده من المدرسه، والمدرسه قالت لك ان ده اصلا ما ينفعش حتى يروح يتعلم في مدرسه بتاعه منخفض القدره عقليه. امه قالت له العكس، قالت له ان هم بيقولوا ان قدره المدرسه اقل من مستواك، انت عايز حاجه ثانيه تبقى اقوى. وعمل ايه؟ وصل اللي هو عايزه، نجح وقدر ان هو يكسر الدنيا. فالدعم النفسي بيفرق على فكره جامد جدا، خصوصا وانت في اضعف حالاتك. اضعف حالاتي يا جدعان الدعم النفسي بيفرق. وخلي بالك ان اكتر وقت انا اصلا بيفرق معايا الناس فيه هو الوقت اللي بيبقى عندي فيه كارثه، في مشكله، في حزن، في حاجه معينه. لكن في الفرح ايه المشكله؟ انا صاحبي يجي يجاملني في فرح ما جاش، مش هموت يعني. لكن في وقت ضعفي اللي هو وقت مشكله، وقت حزن، وقت لا قدر الله فقد حد يعز عليا جدا، هنا بيبان معادن الناس الحقيقيه، ويبان الناس فعلا كانت عارفاك عشان انت كان معاك فلوس او معاكش. وده بيفرق. اللي وراه. استفاد المصري القديم من ممارسه الالعاب الرياضيه في الهواء الطلق. تعالى بقى معايا. كسب مسابقات دوليه، ما كانش حصل عندهم لسه الكلام ده، ما كانوش لسه بقى راحوا الاولمبيات وكاس العالم والكلام ده. رفع مكانته الاجتماعيه ولا هتفرق معاه. زياده انتاج اقتصادي، طب ايه العلاقه؟ ده هو اصلا بيلعب. يبقى الاجابه الصح هي زياده القوه البدنيه، وده ظهر في الالعاب الجماعيه، مصارعه، تحطيب، تجديف، الناس ده الحاجات دي كلها. ارتبط توافر ملابس الطبقه العليا في مصر القديمه. طبقه عليا يعني عليه القوم، اللي هم اقدر اقول عليه الملك، والوزراء اللي هم الامراء. بي ايه؟ تعالى معايا بقى. طبعا الاجابه الصح هنا هتبقى التجاره الخارجيه. وهنقول لي تجاره خارجيه عشان في نوعين عندي من الكتان. اولا كتان خشن وكتان ناعم. مين الاكتر؟ الكتان الخشن. ده الطبقه مين؟ عامه. الكتان الناعم والحرير، احجار كريمه، ذهب، فضه، ده كان بيجي منين؟ من بره، موجود عندي. يبقى الاجابه الصح مين؟ هيبقى طبعا تجاره خارجيه زي افريقيا، بلاد بونت، وعندي ايضا السودان.
خد بالك يعني او خدي بالك انت، يعني انا لما بتكلم معاكم ورب الكعبه الموضوع سهل جدا. الفكره كلها يا جدعان بلاش اقول انا بحب ماده وبكره ماده. انا عمال اديكم دعم نفسي جامد جدا قوي في الفيديو ده، مش عارف ليه. انا قلت لكم ان انا هعمل معاكم ده دايما على طول. مفيش حاجه اسمها انا بحب وبكره، عود نفسك على كده، ليه ده امر واقع عليا. انا مذاكر صح هعرف احل، مش مذاكر صح مش هعرف احل. اللي وراه الزواج عند القدماء المصريين كان رابطا مقدسا ويفهم من ذلك. رابط مقدس، فعلا كان رابط مقدس وبيحترموه جدا، قائم على الحب والموده والتعاون. الانفصال كان ممنوع؟ لا يا عم مش للدرجه دي، يعني احنا كده كده بنلزق في بعض بس عادي يعني. مساعده الزوج للزوجه طبعا تمشي. تحترم او تحريم تعدد الزوجات؟ لا ملهاش علاقه، يعني الموضوع بعيد خالص عن الحته دي، ما اتذكرش اصلا. لا الاجابه الصح طبعا كامل علاقه على الاحترام، ودي الافضل. لان مساعده الزوج للزوجه طب ما ممكن يحصل العكس، لان كان كل واحد فيهم ليه مهام وكل واحد فيهم ليه مسؤوليات. فالاجابه الصح، الاجابه اسف الصح هتبقى قيام العلاقه على الاحترام والموده والتعاون والالفه. عشان كده كان رباط مين مقدس. زاد الدور الثقافي الذي لعبته المرأة في مصر الفرعونية. دور ثقافي ما تنساش. هتقولي دولة قديمة ووسطى؟ هزعل. والمصحف هزعل. احنا قلنا دور ثقافي، يعني مين؟ يعني اقدر اقول كتابة، اقدر اقول قراءة، يبقى مين؟ يبقى دولة حديثة، يبقى ميرت اتون على طول وانا مغمض عيني. من قوانين حر محب معاقبة من يظلم الفلاحين وما يقوم به موظفي الضرائب من تلاعب. في ضوء القول السابق نستنتج أن المصري القديم ماله بقى؟ أن المجتمع المصري القديم كان يعاني من، مجتمع مصر القديم كان بيعاني من يظلم الفلاح ويقوم موظفي الضرائب به تلاعب. يعني هنا في فساد إداري وهو كان عايز يقضي على الفساد الإداري. كان هو كده بالبلدي عامل زي ما يكون رقابة إدارية. يبقى الإجابة الصح هو الفساد الإداري. عشان ما حدش يجي يقول لي بالله عليك فجوه طبقيه او تمييز عنصري. هو لو جه قال لك هو عمل عدل ومساواه فهنا هو سوى الطبقات وخلى الطبقه العامه او الدنيا فين تبدا تشم نفسها شويه. المصدر التاريخي الذي امامك يعبر عن حرص المصريين القدماء على تحقيق، طبعا ده اسمه الاله معت. والاله معت انتوا عارفين ان هو اله مين؟ العداله، اله الحق، شبه رمز الميزان اللي عندنا في المحاكم دلوقتي. وده كان بيتحط بسبب تفشي ظلم اصحاب النفوذ. خلاص بقى كانوا وصلوا للسلطه من القهر، كانت صعبه جدا. واحنا اتفقنا مع بعض ان قوانين زي حور محب لم ينفذها الا السلطه الحاكمه بس، والحكماء كانوا بيدعموا من ناحيه ثانيه. اما الرجاله دي كانت عايشه في عالم اخر. يشير النص التاريخي الذي امامك الى احد اهداف الدوله المصريه القديمه، وهو النص بيقول لك ايه؟ من اقوال الحكيم بتاع حطب: اذا كنت زعيما يحكم الناس فلا تسع الا وراء كل ما اكتملت محاسنه. يعني تروح ورا الحاجه الحلوه اللي معروف ان الحاجه دي ما فيهاش غلطه حتى تظل صفاتك الخلقيه دون ثغره فيها. ما اعظم الحق فان قيمته خالده. وهنا بيتكلم على مدى التاثير اللي ممكن يبقى عليك لانك انت بالنسبه لهم رمزيه. ليه رمزيه؟ لانه بيتكلم على زعيم، يعني في هنا علاقه تاثير. تعالى بقى معايا هقول كده مواجهه الفساد الاداري ملهاش علاقه، لانه بيتكلم على اخلاق. تحقيق الرفاهيه لا طبعا ده مش اقتصادي برضه. تدعيم قيم الاحسان استحاله. تهذيب اخلاق المواطنين ليه؟ لو انتوا خدتوا بالكم كده من حاجه، في تانية ثانوي عندهم حته مشهوره كده اسمها فتح المدائن، وحصل فيها ان سيدنا عمر بن الخطاب كان خليفه وسيدنا سعد بن ابي وقاص كان قائد المعركه. وحصل ان هم انتصروا في المعركه ودخلوا حاجه اسمها القصر الابيض اللي هو كان في العاصمه، وكسرى بتاع الفرس هرب. طبعا كسرى ده كان ليه ملوك كتيره جدا جدا جدا، يعني كان ليه غنائم عاليه قوي قوي قوي. تمام. فاللي حصل ان المسلمين خدوا الغنائم دي كلها، وغنائم ما حدش شافها قبل كده نهائي. الغنائم دي كلها راحت لحد المسلمين كامله. سيدنا عمر بكى. سيدنا علي بيقول له انت بتبكي ليه؟ قال له عففت فعفت رعايتك يا عمر، وان ارتعت لارتاعوا. يعني ايه؟ انت كنت راجل زاهد، راجل تقي، راجل كويس، راجل امين، فطبيعي الرعيه هتبقى زيك. لكن لو انت كنت بتسرق او بتعمل اي حاجه هيبقى الرعيه زيك. فهنا بيتكلم على فكره ان انا شايف حد قدامي كده زي انت بتشوف بابا او ماما قدوه ليك في البيت. لا يعقل ان انا اقول لابني او بنتي صلي وانا ما بركعهاش. ازاي يعني؟ لا يعقل، ما ينفعش. فالاجابه الصح هي تهذيب اخلاق مين؟ المواطنين. فهنا بيتكلم على المحاسن او على الاخلاق الفضيله. يعني اشوف الحاجه الكويسه واجري وراها، فلما يجري وراها هو كده بيتاثر فانا بشوفه، فدي حاجه كويسه، يبقى ليها سلاح ذو حدين. تجلى الدور المعنوي للمرأة المصرية خلال أحد الشخصيات. دور معنوي يعني بيتكلم ممكن على دور معنوي لحد بيدعمه. أنا خدت عندي يا حطب وعندي تيتي شيري اللي هي جدة مين؟ أحمس. يبقى الإجابة الصح هي دي. ما ينفعش أقول إزيس، ده ديني، ده يعتبر سياسي وده ثقافي.
ظهر الاختلاف الفروق في التنشئه الاجتماعيه في مصر القديم نتيجه، تعالى بقى طبعا الاجابه الصح وانا مغمض عينيا، التباين في طبقات المجتمع. عندي 3 طبقات، عندي طبقه دنيا كانت الام هي المسيطره في كل حاجه، يعني مش مسيطره قصدي الام هي اللي كانت مسؤوله يا عيني، وعندي طبقه اسمها غنيه، وعندي طبعا العليه القوم اللي هو مين؟ اللي هو فرعون. طبعا كان الموضوع مختلف جدا خالص، فالاجابه الصح هي التباين. طيب السؤال اللي وراه 29 بيقول لك من اقوال الحكيم بتاع حطب: اذا كنت عاقلا فاسس نفسك دارا واحبب زوجتك حبا جما واتيها طعامها وزوادها بالثياب فهي حقل مثمر لصاحبه، واياك ومنازعتها ولا تكن شديدا عليها فباللين تستطيع ان تملك قلبه. وده حقيقي والله العظيم بجد، بس برضه ده يفرق في حاجه، انك لو معاك او ربنا قدر لك الخير بزوجه صالحه فده مكسب الدنيا والاخره بجد، احمد ربنا على حاجه زي ديت. سعاده نصائح بتاع حطب ان شاء الله، يعني قصدي بعد كده انتوا لسه يعني بدري عليكم، بس انا بتكلم على حسن الاختيار سواء للولد او للبنت. سعاده نصائح بتاع حطب الموضوعه في النص المقابل على تحقيق ايه؟ يعني الحاجات الحلوه دي على ايه؟ طبعا هو هنا بيتكلم على جانب اجتماعي اكتر، ما ينفعش اقول بناء مجتمعات وكره ولا تكافل الكرامه بين الزوجين ازاي؟ لا طبعا الاجابه الصح هي الاستقرار الاسري والاجتماعي، طبعا ان انا افهمها وهي تفهمني، فطبيعي لما بنفهم بعض هنرتاح، وده اللي بيحصل. خلي بالكم انا قلت لكم مره فهمي للي قدامي اقوى من اللي انا بحبه. تيجي تسال اي حد يقول لك انت بتحب مراتك ليه؟ هيقول لك اصل هي بتريحني تسمع الكلام، والعكس الناحيه الثانيه، فهنا استقرار اسري، فده جانب اجتماعي. اي مما يلي يعد من الادله التاريخيه على تقدير الحضاره المصريه القديمه للمراه، تقديره للمراه كما بتربيه الابناء، ده اصلا ده دور اجتماعي وده من اقدم الادوار لدى الام. توليها ادوار قياديه وعسكريه حصل كتير عادي، ايه المشكله يعني؟ مش موجود. الاستعانه بقى في الحروب الخارجيه، لا برضه الاجابه الصح طبعا تمتعها بالحريه الاقتصاديه، ان المراه كان عندها القدره، وده طبعا احنا قلنا كان في انفتاح فكري، فالمراه كانت ممكن تبيع وتشتري منسوجات اغذيه، تعمل بيت، تديه لحد، تمنحه، تبيعه، اللي هي براحتها. فطبعا هنا بيقول اي ده تقدير الحضاره، يبقى هي دي. تمام، لو الجانب الديني موجود ده اعظم دور. الرسم التخطيطي الذي امامك يعبر عن منازل اي طبقات. طبعا هنا في هوجه كده ما شاء الله، يعني ايه ده؟ جناين وزرع واوض وفرش شكله حلو كده وجميل، وانا مغمض عينيا طبعا يبقى ده فرعون، لان الاغنياء والطبقه الوسطى والفقيره ثلاثه تشابهوا في مواد البناء، كانت مواد طينيه واحده. اما فرعون فكان في حته ثانيه واساسه كان في الخارج. طبعا اساسه كان في الخارج ليه؟ لان الخشب كان بيتم استيراده منين؟ من الخارج. مركزين معايا؟ ماشي يا زغاليل نكمل. السؤال اللي وراه 32: ارتبطت الأعياد القومية في مصر القديمة، أعياد قومية يعني بتاعتنا كلنا، بإيه؟ عقيدة مصرية؟ لا طبعا ملهاش علاقة بالدين، ولا هوية مصرية ولا فرعون؟ لا طبعا الإجابة الصح هي الأنشطة الاقتصادية. حتى وفاء النيل، عيد البذور، عيد الحصاد بتاع الزراعة بتاع الفيضان، فدي اسمها أعياد قومية بأنشطة مين؟ اقتصادية، عشان بتكلم على فلوس، ماني، زراعة، تجارة، صناعة بيطلع منها. السؤال رقم 33 بيقول لك الصوره التي امامك ترتبط باي مما يلي. طبعا واحده هنا قاعده وماسكه كده زهره جنبها، يبقى طبعا وانا مغمض عينيا يبقى انا هقول هنا دي صيد، وكانوا بيجيبوا معاهم حاجه اسمها زهره مين؟ اللوتس. وقلنا ان المصري القديم كان بيخرج هو واسرته في الصيد، وكان بيجمل المنزل بحاجه اسمها زهره اللوتس. فطبعا هيبقى عندي صيد، المفروض ان هو في عندي صيد عادي صيد بر، والاجابه هنا الصح هو موجود صيد بر، هو المفروض صيد، بس صيد البر طبعا هي هتمشي عشان كصيد بصفه عامه، يبقى الاجابه الصح المفروض صيد يعني. ماشي تمام. المصدر الذي امامك او الصوره يعني التي امامك عن احد الرياضيات التي مارسها المصري القديم، هو هنا مكتوب كده حاجه زي تحطيب وحاجه زي يعني في كده حاجه معينه. اهميه التفكير الابداعي ده مش شطرنج، ذكاء اجتماعي ملهاش علاقه، تعاون وتنافس استحاله، يبقى اهميه الرياضه بالنسبه للبدن، وهنا قصده الرياضه ايه؟ جماعيه. ماشي عينيا. الصورة التي أمامك تعبر عن منازل أي فئة المجتمع المصري. بيت شكله بيكح تراب أهو، باب واحد، في هنا زخنيقة صغيرة كده يعني عاملة زي الشباك كده، حاجة مش باينة أصلا خالص، وغرفة واحدة طبيعي جدا يبقى دي مساكن مين؟ العامة، ودي كانت الأكثر انتشارا. السؤال اللي وراه 36: الصورة التي أمامك طلاب مدرسة في مصر الفرعونية، في ضوء دراستك حدد الطلاب الموجودين في الصورة معظمهم من أبناء. طبعا احنا قلنا طلاب ومدرسة فرعونية، وأنا مغمض عينيا هيبقى عندي طبقتين اللي هم فرعون والأغنياء فقط لا غير. محدش يقول لي اللي هم كبار الموظفين، آسف، يبقى كبار مين؟ الموظفين، لاني احنا قلنا ان هم مشتركين مع فرعون في ارسال الابناء الى المدارس، ولكن كان ممكن يبعتوا ابنائهم يتعلموا في القصر بتاع فرعون، والابناء البنات كده كده في البيت اللي وراه. من خلال دراستك للحياه الاجتماعيه عند المصريين القدماء، حياه اجتماعيه، استنتج وجود زهره اللوتس على جدران البيت. زهره اللوتس كانت بتستخدم لتزيين البيت، يبقى الاجابه الصح تقديس الشقاء. لا طبعا الاجابه الصح هي الترفيه. تمام، حاجه كده تشعرني بالجمال، فطبيعي يبقى ده جانب من مين؟ من الترفيه. انه
تلقى محبرة لذلك فله كل التقدير والاحترام. العبارة السابقة وجدت على أحد مقابر المصريين القدماء ومنها نستنتج أن صاحب المقبرة كان يعمل. بيقول لك أنه تلقى محبرة بتاعت الحبر. يعني هو هنا كان شغال إيه؟ كان شغال حاجة حلوة جدا جدا جدا، كانت معروفة إن حلم أي حد يشتغلها، اللي هو مين؟ الكتبة، لأنه كان ممكن يوصل في يوم من الأيام إن هو يبقى وزير أو حاكم إقليم. يبقى الإجابة الصح يبقى كاتب في الحكومة، ودي كانت تعتبر الصفة في العصر ده. الصورة التي أمامك تدل على، هو هنا راجل وفي هنا زي جاموسة أو طور بمعنى أصح، وفي جرافة وهي وراه بتساعده. يبقى هنا مشاركة الرجل للمرأة؟ لا طبعا، يبقى مشاركة المرأة للرجل تفرق. خلي بالك بقى إن من الصور أنا بعرف ده خلاص. وهنا بيحرثوا أرض، يعني زي نظام أرض كده وماشيين بيها. بلغ احترام وتقدير المصري القديم للمرأة ذروته يعني أعظم مكانة كانت ليها وأعلى مكانة كانت ليها كانت الدور الديني، وأنا مغمض عينيا الإله إيزيس، يبقى على طول تصويرها كمعبودة. كاهن عامل محب فلاح، جمع بينهم في مصر الفرعونيه الاهتمام بيه. كاهن عامل محب فلاح كله مع بعضه، يبقى طبيعي ممارسه الغناء، كانوا كلهم مع بعض بيعملوه، ما كانش مقتصر على حد بعينه عشان نبقى احنا عارفين، لان كان بيتم في المعابد، بيتم ليه دور اقتصادي في رعي الاغنام، في رعي الحيوانات بصفه عامه، او حتى في حصد الزراعات بمعنى اصح. ماشي اللي وراه. 42 يقوم بضبط العلاقات بين الافراد ويسعى لتحسين السلوك. بيظبط العلاقات ما بين الافراد. اتخذ من كل شرطي في منطقتك ايه؟ صديق. يبقى اللي بيظبط العلاقات جهاز بين الشرطه، عشان دي سلطه داخليه موجوده معايا. اللي وراه اقام الملك نعرمر احتفالا كبيرا بعد ان اتم بناء مدينه منف. طبعا دي بقى هنا في وجه بحري، وطبعا هنا ليها علاقه بالاراضي الزراعيه ايضا برضو، وهيبقى ليها علاقه بان مدينه ويبقى فيها عيد ليها، يبقى طبعا دي اعياد قوميه عامله بالظبط زي الجانب الاقتصادي بالظبط. اللي وراه السؤال وراه، دع سمعتك تسكو وفهمك صامت تدعو الى اعلى المناصب. الوصيه التي امامك لحكيم مصر القديم وهي تشير الى تحلي المصري القديم به. تعالى هقول القدره على الصمت؟ لا طبعا، بقول لك دع سمعتك تسكو، يعني خلي سمعتك هي الناس اللي تتكلم على سمعتك وانت ما بتتكلمش، وتدعو الى اعلى المناصب هتوصل اللي انت عايزه. طبعا يبقى دي اداب عامه، نصح وارشاد من ضمنها الاحترام، ان اكون كويس جدا، الكلام ده كله. من كلمات الوزير رخم رع، لو ان شاكيا من الجنوب او من الشمال اتى اليك حاملا وثائق دعوه عليك بالنظر في شكواه واعمل على ازاله اسباب الشكوى. يعني اعزل ده على جنب وخليك موضوع وحيادي. تعالى بقى معايا، تقدير القضاء ملهاش علاقه، وهنا بيتكلم عن اني اصلا احكم صح. زياده الانتاج ده مش اقتصادي. استقرار البلد ولا انجاز المصالح؟ طبعا يبقى انجاز المصالح. ليه؟ لان انا عندي حق عند حد، فلما اخده الموضوع هينتهي بالنسبه لي، يبقى دوت انجاز مين؟ مصالح. الاعياد المصريه القديمه التي ترتبط بتحقيق الامن الغذائي، وانا مغمض عينيا، اعياد قوميه، اعياد ووفاء النيل، وعندك عيد البذر، وعندك طبعا عيد الفيضان اللي هو الزراعه، فكلهم مرتبطه بمين؟ بامن غذائي. من خلال دراستك استنتج سيؤدي توريث حكام الاقاليم المناصب لابنائهم من الناحيه الاجتماعيه الى ايه اللي يترتب على توريث حكام الاقاليم المناصب؟ ظهور طبقات جديده؟ لا، طب الطبقه زي ما هي. الغاء نظام الطبقات؟ لا طبعا. نشر العداله؟ استحاله، ولا في اي نوع من العداله. الحفاظ على النظام الطبقي زي ما هم، خلاص انا ابويا ملك هبقى ملك، انا ابويا امير هبقى امير، انا ابويا حاكم اقليم هبقى زيه. يبقى هنا كل طبقه ثابته زي ما هي. الحكمه التي امامك تدل على ان المراه المصريه في العصر الفرعوني تميزت بايه؟ بيقول لك المراه الفاضله صندوق مجوهرات يكشف كل يوم عن جوهر جديد، يعني بتطلع حاجه جديده. يبقى هنا المراه هنا تبقى عندها الاكثر العطاء. هنا مش بيتكلم على مشاركه ولا تفاهم ولا ثراء، الاجابه الصح هي دي واكبر. ليه؟ انا كل يوم ممكن اكتشف من زوجتي حاجه جديده، وقفت جنبي النهارده واستحملتني في ظروفي مثلا وانا ظروفي على قدي. مره تانية استحملت وشاركنا مع بعض في البيت لحد ما كبرنا ووصلنا عيالنا لحاجه محترمه. فهنا الاجابه الاقوى هي العطاء، انا بدي من غير ما اتكلم. وفعلا الام يعني عايز اقول احنا لو قعدنا عمرنا كله مش هنوفي حق امنا وابونا طبعا اي حاجه خالص طبعا جدا. الرسول قال لك امي ثم امي ثم امي، فطبيعي العطاء حاجه مهمه جدا. عارف المصري القديم عديد من الالعاب لكن بعضها فقط كان يناسب المراه. طب نبص مع بعض، مصارعه تناسب المراه؟ استحاله. وفي دلوقتي طبعا بيلعبوا بس استحاله يعني. حمل اثقال المفروض لا، انثى يا جدعان، يعني في حياء، يعني الموضوع فيه رقه كده شويه. طبعا الاجابه الاقرب منهم كلهم هي الكوره، يعني ومش بمفهومها اللي موجود دلوقتي كمان، لان انت بتتكلم على تحطيب وحمل اثقال، ده عايز قوه بدنيه، عايز حد عافي. اكبر عدد من قطع الاثاث المنزلي يمكن ان تجدها فين؟ طبعا انا مغمض عينيا، قصر فرعون، ده طبيعي جدا، طبيعي عشان كلها تيجي منين؟ من بره. من خلال دراستك لمنازل المصريين القدماء استنتج اي من البيوت سوف تزيد فيه نسبه الطمي اللي هو طالع من الايه؟ من الغريم.
عن باقي المواد الاخرى المستخدمه في البناء. مين البيوت اللي هيبقى فيها النسبه الطينيه او الفاضيه او النيليه اعلى؟ طبيعي جدا هيبقى حد مميز قوي، هيبقى مين؟ طبعا قصر الفرعون، ده في حته تانية ما ينفعش ان هو يقع اصلا. ارتبط تحديد مكان بناء المنازل ب. طبعا احنا اتفقنا مع بعض ان المنازل كانت بتبنى على اماكن مرتفعه. ليه؟ لاتقاء شر الفيضانات، وهنا كنا شبهناها بمين؟ بالصوامع وبالسدود، لان قلنا ان الاثنين بيتجنبوا اخطار طبيعيه. اللي وراه، تواصل المصري القديم من اجل تطوير الغزل والنسيج مع الحضاره. غزل ونسيج، ها؟ تواصل مع مين بقى في غزل ونسيج اكتر؟ يبقى طبعا مع الحضاره مين؟ الفينيقيه. ليه؟ لان انا اتكلمت هنا على كتان، على حرير، على اقمشه، يبقى مع الحضاره الفينيقيه. اللي وراه دلت نوع ملابس الاغنياء في مصر القديمه على ازدهار الزراعه ولا توارث المناصب ولا تواصل حضاري؟ طبعا تواصل حضاري. ليه؟ عشان ما كانش عندنا الكتان، فبيجيبوا من بره هو الحرير، وبنجيب معاه الذهب برده كنا بنستورده، خلوا بالكم يعني كان في جزء منه عندنا وكنا بنجيبه من بره، والاحجار الكريمه، يبقى تواصل حضاري. من كلمات الوزير رقم رع: لو ان شكيا من الجنوب او من الشمال اتى اليك حاملا وثائق دعوه عليك بالنظر في شكواه. هنا بيتكلم على ايه؟ طبعا هنتكلم على مكانه القضاء. لا، ما هو القضاء كده كده مكانه موجود، اتساع البلاد ملهاش علاقه. ده هنا بيتكلم على العدل وعلى الامان، يبقى مركزيه القضاء، ان القضاء مركزي موضوعي وليس ذاتي. يعني ايه؟ يعني ما بيعملش الكفه على حساب كفه، زي ما احنا قلنا مره. انا ليا واحد صاحبي حبيبي جدا غلط في حد، فراحوا جابوا ابوه وامه، او جابوا مثلا اهله وراحوا جابوني وجابوا اهل التاني. انا عارف ان صاحبي غلط، لو انا قلت هنا بالمركزيه او بالموضوعيه والحياديه فانا هقول ان صاحبي اللي غلطان، لكن ده صاحبي حبيبي، ما ينفعش ان انا اقول كده. لا، ده انا قلت ان صاحبي مش غلطان والتاني اللي غلطان. هنا انا بستعمل حاجه اسمها الحياديه، لا انا بستعمل حاجه اسمها الذاتيه. فانا هنا ذاتي مش حقاني، وطبعا لو انا شدت بالحق صاحبي هيقول لي ايه؟ مش عايز اعرفك تاني للاسف يعني. العدل اساس الملك، ودور الدول ان تعمل على ترسيخ قيمه العدل من خلال سياده القانون. تحقق المقوله السابقه طبعا على يد الملك مين؟ طبعا حور محب، طبيعي جدا، لانه هو حقق العدل خصوصا للطبقه الدنيا اللي كانت تحت خالص. هيعاقب اللي بيظلم الفلاح، هيقلل العمل على العبيد. قال لك كمان ان هو هيقضي على الفساد الاداري. كل ده بيدل على مين؟ على العدل طبعا. ده مين؟ قوانين حور محب. طيب اخر حاجه بقى عندنا خالص الاسئله المقاليه. طبعا احنا كده الحمد لله حاليا كمان 56 سؤال على الدرس ده. في رايك ما الذي جعل بيوت الفلاحين القدماء ترتبط بفناء كبير رغم بساطه وتنوع الاساس الموجود؟ ممكن اقول يعني فيها تربيه مثلا حيوانات وطيور، وممكن اقول فيها هيبقى في تنوع الانشطه الاقتصاديه بصفه عامه، بقى هنعمل قمح، هنعمل شعير، هنعمل حاجه معينه بره في المكان. حدد وجه الشبه بين صيد الاسماك والاستراقه. الاثنين طبعا بيكشفوا عن حاجه اسمها الفروق الطبقيه. الاستراقه كانت من الفخار وكانت معموله من نهر النيل، من الطمي بتاع نهر النيل، وكان بيستخدمها الطبقه العامه لان الورق البردي كان غالي جدا، مش اي حد عنده القدره ان هو يستخدمه، فكان بيستخدموه ابناء عائله القوم، وكان يستخدم في التجاره الخارجيه. اما الاستراقه فكان مكسور على الطبقه العامه، طبعا اي حد بيستخدمه، سعره صغير، بيتم استخدامه حتى في النظام الاقتصادي، في النظام الاجتماعي، في التعليم. وصيد السمك طبعا كان هقدر اقول برضو عليه طرح فروق فرديه او فروق طبقيه ما بينهم وبين صيد البر. صيد البر دوت عايز حد غني جدا عليه قوم رايح يصطاد غزاله، فهد، اسد، مين عنده القدره على ده. اما صيد السمك فبيمثل مصدر دخل اقتصادي وايضا مصدر اجتماعي، لان اكبر فئه هتمارسه عشان يعرف يجيب فلوس ويعرف ان هو يكسب. فالاثنين كشفوا عن الفروق مين؟ الطبقيه. عبرت الحياه العامه عن طبقيه المجتمع المصري برهن على صدق العباره. طبعا حياه عامه هنا ممكن اتكلم على حتى النظام في تربيه الابناء. لو انتم بصيتوا عليه هتلاقوا فيه هنا فروق، ان كان في الاسره الفقيره الدور الاكبر على الام، هي اللي كانت بتربي والبنت كانت قاعده في البيت بتتعلم. الاغنياء كانوا بيودوا المدارس الدوله، والجزء الثاني كانوا ممكن يودوا القصر. فرعون كان بيربي عنده في القصر البنات، وكان بيودي ايضا للمدارس. فالدور الاكبر كان للام في مين؟ في الاسره الفقيره. لو جينا بصينا على حاجه زي اللبس هتلاقوا طبعا في فروق طبقيه عاليه جدا. لو جينا بصينا على حاجه زي الصيد مثلا، حد بيصطاد حاجه وحد بيصطاد حاجه ثانيه. اللبس كان داخل كتان خشن، ده كتان ناعم. تعالوا نبص على المسكن وعلى الاساس. بيت الفلاح او البيت العامه حجره واحده، فناء واحد، معمول من حاجه عاديه جدا. اما التانيين بيكبروا شويه، طبقه وسطى حجرتين وممكن طبقين. اغنياء بتتسع شويه. فرعون ما تعدش بقى جيمي روح. كانت التربيه عند المصريين القدماء من مظاهر التفرقه الاجتماعيه ما تقييمك. طبعا حصل تباين هنا بسبب اختلاف طبقات المجتمع زي ما احنا ما قلنا من شويه. في اسره فقيره دور اكبر على الام، ثم اسره غنيه هتودي المدارس الدوله، يعني دور الام هنا بيقل. وطبعا اسره فرعون مفخده ما بتعملش حاجه. وازن المصري القديم بين الجد واللعب ما مدى صدق مقوله العباره السابقه؟ هقول طبعا وازن. جد عندي حضاره قويه جدا، اعظم حضاره زراعيه،
اقدم حضاره في العالم 7000 سنه، طبيعي جدا. ده كان في جد وعمل حضاره وعمل حاجات كتير جدا محترمه. ولو هتكلم على اللعب، ظهر عندي العاب ترفيهيه، ظهر عندي حاجه اسمها صيد، ظهر عندي غناء وموسيقى. فهو كان بيوازن، يعني كان وسطي ما بين الصح وما بين الغلط. طيب اخر سؤال عندي بيقول لك برهن من حياه المصريين القدماء على انهم كانوا يقدسون الحياه العائليه. هنا هتكلم على الاسره. هقول ان الاسره طبعا كانت ذات رباط مقدس. الاسره كانت نواه المجتمع. الاسره كانت قائمه على الحب والعطاء والتعاون. قلنا ان كان المصري القديم بيشعر في الاسره بالراحه والاستقرار والهدوء. واخدين بالكم؟ وقلنا ان كان في قاسمين، قاسم قبل الجواز ان احنا بنقسم كل حاجه بالنص بالنص، بعد الجواز بنقسم المهام والمسؤوليات. كان في عندي حاجه اسمها احتفالات ان احنا ممكن نحضرها مع بعض. فهنا كان في موده وفي رحمه. بس كده خلاص خلصنا. كده احنا الحمد لله خلصنا الدرس الرابع من كتاب المصدر. حلينا معاكم 54 سؤال، وحلينا معاكم 6 اسئله مقالي. اي حاجه انتم محتاجينها، اي سؤال انتم محتاجينه، عندكم كومنتات تحت قولوا لي فيها اللي انتم عايزين. واستنونا طبعا ان شاء الله في فيديوهات كتيره جايه جدا. احنا هنراجع نعملها كله بامر الله من كتاب المصدر وكتاب الامتحان. ولا تنسونا في اللايك والسبسكرايب، وما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد. سلام.